السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي على خير، نتمنىكم يا ربي تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده باذن الله تعالى. اليوم جبت لكم واحد الحلوه ديال الطبقات اولا كيكه ديال 4 ديال الطبقات، كتجي روعه بحله جديده، حاجه عصريه وروميه، كتجي ما شاء الله تبارك الرحمن. ومقاديرها ان شاء الله موجوده في كل بيت، كتجي راقيه وزوينه في التقديم، ولا اروع ما نقولكمش. كتجي خفيفه وخفه، يعني حلوه ديال الطبقات، ولكن بالكيكه تخدم ماشي بالحلوه العاديه كما كتعرفوها ديال زمان. هذه كتجي روعه روعه روعه، وكتجي زوينه وسهله. يعني تقدري توجديها في اخر، يعني في اخر مرحله. غادي يجيوك الضيوف، كتجي سهله وروعه روعه. بسم الله، غادي نبداو على المقادير ان شاء الله. بالنسبه للكيك كنحتاجو 2 بيضات فقط، متوسطات الحجم يعني، وبحرارة المطبخ. هنايا كاس ما كعامرش ديال الزيت، كنحركوا هذا الشيء بالفوي كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. من با واحد نخدموا غير واحد شويه ماشي بزاف. كاس ما عامرش ديال السكر سنيده، واحد المعلقه صغيره ديال الخل، كاس الا ربع ديال الحليب، اولا كاس ما عامرش ديال الحليب، يكون دافي اولا بحراره المطبخ، وماذا بكم يكون دافي شويه باش الكيك يجي ناجح معنا مليون في المية. هنا كنديرو ان شاء الله واحد 2 كيسان ديال الدقيق الممتاز، واحد الخميره يعني واحد الساشيه ديال لافاني كما كتشوفوا، خميره ديال الحلويات 14 غرام. الا بغيتوا المقادير قولوها لي ونكتبها لكم في صندوق الوصف. هنايا من بعد ما خدمنا المقادير كامله كنزيدو نخفوها بواحد كاس الا ربع عاوتاني ديال الحليب، يعني المجموع الاجمالي كاس اونص، يعني كاس الا ربع المره الاولى. والمره الثانيه عاوتاني كنزيدو نخفو الكيك ديالنا، وضروري يكون خفيف، كنقسموه على 2 لان غنديروا 4 ديال الطبقات ان شاء الله على هذا الشكل. واحد كنخليوه باللون عادي، والثاني كنديروا واحد 4 د المعالق ديال الكاكاو المر. وبالنسبه للفران حنا كنسخنوا على درجه الحراره 170 الفوق والتحت، لان غادي نطيبوا الكيك ديالنا على 4 ديال المراحل. وما تخوفكمش لانها كتجي سهله سهله. هنا بطبيعه الحال زدت واحد 2 معالق ديال الحليب العادي، غير 2 معالق تقريبا حتى 3 كبار كما كتعرفوا، حيت بغينا هذا الكيك هذا يجي خفيف، يعني يجي جاري ما يجيش قاصح. كناخذوا يعني الطاوه اللي غادي ندخلوها الفران، كنديروا لها يعني الورق الغذائي، وكنديروا يعني الاولى كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا يعني واخا تشوفوها رقيقه، هي غادي تزيد تنتفخ معانا في الفران. صافي تنبقى حتى نفوت على القناه كاملين باش كتجينا ما فيهاش القصور من نبغيو نزوقها. من طبيعه الحال انا موريتكمش ان درت واحد التخيبات ديال كوردو باش هذيك الطبقات كيلصقوا مع بعضياتهم. وهنا غادي نديروا الطرحه الثانيه من بعد ما طاب وخرجناها. من طبيعه الحال غادي نديروا الطرحه الثانيه وندخلوها الفران الفوق والتحت. وضروري نشوفوا الكيك ديالنا غير كيعطي الريحه وتنخرجوه. وهنايا من بعد ما طابت عاوتاني درت الكوردو تقبتها باش ندير ثاني الطرحه يعني الثالثه، اللي كتجي 2 ديال الشكلاط و2 عاديين. كتجي طبقات روعه، تيجيو زوينين ما شاء الله. تنبقى نستمر حتى كنقاد انا كلشي على هذا الشكل هذا، يعني داك الخليط كله غادي نحطو على نقادو مع الكيك الثالث. ضروري من الكوردو كديروه باش ما تنفرش الكيك مع الكيك، باش العجين بحال كنلصقوها. صافي غادي ندخلوا نطرحوها في الفران. وها شوفوا على هذا الشكل هذا، حيت المره الاولى ما وريتها لكمش، ولكن في الاخر راني وريتها لكم. صافي هنايا الاخير هو هذا اللي كنديروه على هذا الشكل. كنحاولوا نوزعوا الخليط كامل على الكيك ديالنا باش كيجيو طبقات مقادين ومنظمين. هذاك الورق الغذائي كيساعدكم بزاف ملي كتبغيو تزولوها، كيجيكم سهل. صافي الا بقات شي حاجه من طبيعه الحال عريانه حنا كنغطيوها، كنشوف واش طايب معنا الكيك. من طبيعه الحال الكيك راه هو طايب حيت هو رقيق. هنايا اش غادي ندير؟ غادي نحاول نحيد الجناب غير بالعقل،
هما راه ساهلين، ولكن ماذا بكم تخليوه حتى تبرد باش كيجيكم ساهل في التحياد، ما كيعذبكمش بالصفه نهائيه. وبالعقل غادي نحيدو الورق الغذائي ديالنا، راه ساهل في التحياد على هذا الشكل. تبقاو غير نحيدو وخليو الكيك حتى يبرد، ما يكونش سخون باش ما يجيش معاك، باش ما يجيش يعني الكسور. ما بغيتش نطول عليكم بطبيعه الحال الفيديو. هنا راه بسهوله كيتحيد على هذا الشكل صافي. وهنا خديت الشوكولات، بغيتو تستعملوا المر اولا الحلو كيبقى الاختيار ديالكم. يعني بخرته في حمام مريم، بخرته في، يعني حطيت كاسرونه ديال الماء سخونه. كاين الناس اللي ما كتعرفش الطريقه هذه، وكناخذ الشوكولات وكنحطو من الفوق الكاسرونه اللي سخونه كتبقى تغلى. ما زدت فيها انا لا زبده، ما زدت فيه حتى شي حاجه. خديت الشوكولات من النوع الممتاز، وعطاني واحد البغيو او عطاني واحد اللمعان جد رائع وممتاز. كنبقى نستمر حتى وكان نوزع داك الشوكولا ديالي كامله على الكيك ديالي. الكيك اللي قدمته معكم باش كيعطيني اللمعان ضروري. ندوز يعني باش كيعطي ديك البريو كيبقى زوين. وكنبدا نصلح وندي ونجيب وانا عيني ميزاني حتى وكنقادها كلها تكون يعني منظمه بحال بحال. طريقة سهلة وطريقة ما شاء الله روعة، والتقديم ديالها راقي، والمذاق ديالها جد هائل وممتاز. هنا ضروري تخبطوها شي خبيطات على هذا الشكل. ملي كتخبطوها هو الشوكولا مازال ما شدات راسها، صافي كتقاد راسها براسها. وكنتسناوها من طبيعة الحال حتى وكان تبرد لنا الشوكولاته شويه ماشي بزاف. هنا شديت السكر كلاصي وخليته، انا نسيته، ما ماشي ديك الساعه خدمته معاكم وبحال بدا كيتحجر صافي. درت السكر كلاصي والزيت فقط، وحركته بالفورشيت، ودرته من طبيعه الحال في الجيب الحلواني، وخدمته معاكم كما كتشوفوا. ودرته على الشكل ديال الملفاي، كيجي الشكل راقي وتيجي روعه وتيجي ممتاز ولا اروع. من طبيعه الحال حنا عندنا ميزاننا. شوفوا يعني الطريقه سهله وما كتعذبش، ولكن شكلها راقي والمذاق ولا اروع. صافي كنحيد غير ديك الزوائد ديال الشوكولاط، ما كتحتاش يعني ما فيهاش الكسور بزاف بصفه نهائيه وما كتعذبكمش. وهنا غادي نصبروا عليها واحد الساعه وغادي عاد نبداو نقطعوها، لان الشوكولاط هنا راه مازال ما نشف معنا مزيان. ملي تبغوا تخدموا داك السكر كلاصي اللي خدمت انا مع الزيت، ضروري تخليوه مزيان، تخدموه مزيان. بالنسبه لي الا كنت مزروبه ما خدمتش الفرشيط مزيان، اولا ديروا الشوكولا بيضه حتى هي كتجي روعه. هنا بطبيعه الحال السكر الموس رانا كندخلو في الماء سخون بزاف وكنمسحو عاد باش كنقطع داك الشكيلات اللي شفتو معايا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونخليكم ان شاء الله مع تتمه الفيديو. طريقه روعه وراقيه. ونقول لكم عاوتاني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.